والجزء التاني من حاجات جبتها وانا مسافره بره لازم تجيبوها لو مسافرين. هبدا معاكم بالبرفيوم ده. جماعه البرفيوم ده انا قلبت على الدنيا كلها، واولا برفيوم تركي قلبت عليه. جماعه انا قلبت عليه مصر كلها. المهم هو برفيوم تركي، بس هتلاقوا موزعين كتير في اوروبا، كان موجود في بولند، كان موجود في رومانيا، كان موجود في كذا بلد. فهو ده اسمه ماد برفيومر. هما الحقيقه هما بيقلدوا البرفيومز العالميه، بس هو بجد تحفه يعني فظيع. انا عايزه اقول لكم ان انا صحابي زهقوا مني من كتر ما انا بكلمهم عليه. فهو ده تحفه. حتى يعني اختي حطته في خطوبتها، وكانوا برضو بيسالوها اصحابها اللي هو انت حاطه ايه، فهو ده. تاني حاجه هي حاجات جبتها من دي ام. هي ماركه اسمها باليا تقريبا، ده نطقها تقريبا يعني. المهم ان انا يا جماعه انا كنت بشوف الماركه دي وانا في بولند كتير جدا، فانا كنت فاكره ان هي ماركه بولنديه. بعدين رحت رومانيا لقيتها كتير جدا، فانا افتكرتها ان هي ماركه رومانيه، طلعت اصلا المانيه. فتمام. هكلمكم بس على الشيتس بتاعتهم او الشيت ماسكس، حلوه جدا. فلو انتم مسافرين انصحكم بشده تجيبوها. تالت حاجه وده جبته بالصدفه البحته، يعني انا ما كنتش مخططه اصلا ان انا هجيبه. كنت مروحه خلاص ولقيت ده في وشي، الغسول بتاع باليه. جماعه انا جربته، اولا يعني هو تحفه وبيرطب، ريحته رائعه. فيعني لو انتم برضو مسافرين خدوا سكرين، بجد لازم تجيبوه.